المعلومات اللي بتأتي قليلة، ولكن النهاردة عندنا كمية كبيرة من المعلومات على 48 ساعة الأخيرة. ثلاجة كبيرة دخلت لعلاء وجمال مبارك في سيارة نصف نقل الساعة 1 ظهرا، وكان وراها سيارة ملاكي يستقلها عقيد شرطة. بالله عليكم، بالله عليكم، محدش يقول كدابين، لأن احنا مش كدابين، واللي بنقوله بيحصل وحقيقي ومن داخل السجن. فبالله عليكم نصدق بعض. مش بكلم المشاهدين، ليهم الحق، انما اللي بيطلعوا يقولوا ان القصه مش حقيقيه، بالله عليكم نحن لسنا اعلام هماز مشاء بنميم، بنتكلم بالحقيقه. وشقيق وابن فتحي سرور دخلوا بثلاجه 6 قدم. زوجة اسماعيل الشاعر واخواته زاروه النهارده ومعاهم وجبات تيك اواي وادويه ضغط. شقيق سامح فهمي دخل السجن بسيارته وكان معاه شنطه فيها اكل، كان ما بيخشش بسيارته، النهارده دخل بسيارته. امبارح الساعة 6 دخل السجن، شرف في السجن العضو السابق في مجلس الشعب المنحل رجب هلال حميدة، وكان لابس قميص وبنطلون، وسلم متعلقاته الشخصية في الأمانات واستلم البدلة البيضاء ودخل الزنزانة الساعة 9 مساء. النهارده رشاد السائق الخاص بعلاء وجمال مبارك دخل السجن وقعد أكتر من ساعتين، ودي أول مرة يقعد مدة طويلة منذ دخولهم السجن. علاء وجمال ظهروا تاني امبارح في كافيتيريا السجن، وكمان قعدوا مع زكريا عزمي اكتر من 3 ساعات. زكريا عزمي كان لابس جاكيت لونه اصفر فوق البدله، وخرج النهارده للكسب غير المشروع الساعه 6. عقيد شرطه دخل بسيارته الساعه 4:30 لزياره العدلي، ما قدرناش نوصل لاسمه. ولاد صفوت الشريف راحوا الساعه 5 مساء، واداره السجن منعتهم من الدخول لانتهاء موعد الزياره. مرات احمد عز واخوه زاروه من الساعه 12 لحد الساعه 5، قعدوا 5 ساعات معاه. مخرج تلفزيوني اسمه محمد فوزي زار الباشمهندس اسامه الشيخ الساعه 1 وخرج الساعه 4:30. كراسي بلاستيك وترابيزه وموكيت دخلوا لزنزانه احمد شيحه نائب الوطن السابق وصديق جمال مبارك. دي كانت اخر الاطلالات على سجن طرق. عموما السجن بينتظر زي ما بيقول اهو، مش احنا اللي بنقول دي بقى حكايه ايه اللي هي نتكلم مع الناس بالشفافيه. اذا كان مش هيتنيل والله نتكلم بصراحه، اذا كان هيتنيل فالمستشار عبد المجيد محمود بيؤكد انه بيعينوا المستشفى زي ما قلت لكم، والسجن سجن المنتورة وسجن المزرعه والمستشفى لبيان مدى صلاحيتهم لنقل الرئيس السابق في ضوء حالته الصحيه. دول طلبوا موبايلات دخلنا لهم، بلازمات، لابتوب، ده احنا اشتركنا لهم في النت. لا ده كتير كتير. الله، الصحافه تقول عليا ايه؟ احتفل بعيد ميلاد سجين واجيب دينا ترقص وسعد الصغير يغني البلح. نعم. اؤمر يا محسن بيه. انا عامل اضراب وببلغ حضرتك رسميا بكده. اضراب؟ ايوه. اشمعنى انا اللي مش هعمل اضراب؟ اي حد بيعمل اضراب بيبقى له طلبات. ايه اللي ناقصك؟ يا سيدي الطلبات جاهزه. ده قانون حق المسجون. شوف يا سيدي، انا معلم عليه بالقلم الاحمر. من حق اي مسجون متزوج ان يلتقي بزوجته اللقاء الشرعي مره كل 45 يوم، يعني 8 مرات في السنه. انتوا ليكوا عندي 10 سنين سجن، انا ده 80 مره. احنا نقسمها بقى، بدل ما يبقوا 80 مره على 10 سنين نضربهم في شهر واحد ونخلص. انا هوقف ايه المانع عندكم؟ انت بتقول ايه؟ ده سجن محترم مش شقه مفروشه. طيب انا بحملكم المسؤوليه كامله. انا هبلغ جميع جمعيات حقوق الانسان، هبلغ جمعيات الدفاع عن بتاعت سلماء الراي. مين؟ سلماء الراي. هوصلها للامم المتحده. هبلغ اوباما